مشاهدينا، وصلنا إلى محورنا الأخير وإلى ملفنا الخاص عن التطورات على الساحة المصرية وتطلعات شعبها ولا سيما المرأة إلى المرحلة السياسية المقبلة، والتي تشهد استحقاقا انتخابيا مهما يتمثل بانتخابات الرئاسة المصرية. بحجم حضور المرأة المصرية في ميدان السياسة، فإن للمرأة العديد من الآمال والتطلعات التي لا تنفصل عن هموم وتطلعات الرجال على امتداد البلاد، والشعور المشترك بضرورة استعادة الأمن وإنعاش الاقتصاد. بعد الدور السياسي البارز الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة يناير وما عقبه من أحداث سياسية، كان من المفترض أن تكون نسبة تمثيل المرأة في برلمان الثورة أكبر مما عليه الآن، الأمر الذي جعل السيدات ينتظرن بشغف الرئيس القادم ويأملن في أن يفعل دورهن ومشاركتهن في الحياة النيابية والبرلمانية. رقم واحد، يحط للمرأة كوتا في كل شيء، في مجلس الشعب، في القضاء، في كافة الإدارات والوزارات اللي موجودة. احنا عندنا في وزارات كتير جدا ما فيش مرأة بتمثل الوزارة، حتى في شؤون العلاقات العامة. والسلطات مختلفة عن سابقتها، على الأقل من حيث نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة جدا في آخر انتخابات جرت عام 2007، وهذا أحد الرهانات الأساسية في المرحلة الحالية، خاصة وأن الحضور الشعبي في المهرجانات الانتخابية خلال الحملة كان ضعيفا على العموم. أما الرهان الآخر فهو أن قوى كثيرة تريد لهذه الانتخابات أن يكون لها ما بعدها، لتقرب الجزائر أكثر من أجواء التحولات الجارية في محيطها القريب، خاصة وأن الفائز بالأغلبية في البرلمان المقبل سيكون صاحب الكلمة الفصل في تعديل الدستور، وبالتالي رسم ملامح المرحلة السياسية الجديدة. أفاد مراسل قناة العالم أن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قرر أن يجري تعديلا وزاريا محدودا شمل 4 وزراء فقط، هم وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، ووزير التعليم العالي، ووزير الثقافة، ووزير القوى العاملة والهجرة. وجاء التعديل الوزاري بالتزامن مع مطالبة البرلمان أكثر من مرة بإقالة الحكومة لفشلها في إدارة شؤون البلاد. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التغيير تم بناء على طلبات الوزراء لظروفهم الصحية، فيما أكد أعضاء البرلمان عدم رضاهم عن التعديل لأنهم كانوا بانتظار تغيير وزارات مؤثرة تعج بالفساد والقصور. كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس العسكري الحاكم في مصر سيجري تعديلا وزاريا على حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري. وأوضحت الوكالة أن تعديل التشكيلة الحكومية سيعلن اليوم الخميس، ويشمل وزراء الثقافة والتعليم العالي والقوى العاملة والوزير المكلف بشؤون مجلسي الشعب والشورى. أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا بوقف إجراء انتخابات الرئاسة بعد النظر في دعوى رفعها أحد المحامين. وبررت المحكمة قرارها بقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص في ذلك. كما قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة الدستورية أصدرت محكمة القضاء الإداري في مدينة القليوبية بمصر قرارا بوقف إجراء انتخابات الرئاسة. وبررت المحكمة قرارها بقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص في ذلك. كما قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة الدستورية في إبطال المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات لجنة الانتخابات من الطعن. قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس العسكري الحاكم في مصر سيجري تعديلا وزاريا على حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري. وأوضحت الوكالة أن تعديل التشكيلة الحكومية سيعلن اليوم الخميس، ويشمل وزراء الثقافة والتعليم العالي والقوى العاملة والوزير المكلف بشؤون مجلسي الشعب والشورى.
تشهد محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة حملات دعائية ضخمة لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، وتشير المعطيات الأولى إلى ميل الناخب الفيومي لإعطاء صوته للمرشحين الإسلاميين، خصوصا بعد أن نال الإسلاميون أكثرية المقاعد عن هذه المحافظة في مجلسي الشعب والشورى. ميدان المسلة أكبر ميادين الفيوم، بداية المشهد السياسي للانتخابات الرئاسية، حيث يتواجد مقرات الحملات الدعائية لمعظم المرشحين للانتخابات من مختلف التيارات السياسية، مما جعل شوارع تتحول إلى ساحة تتنافس عليها ملصقات المرشحين للفوز بالنصيب الأكبر من الدعاية. ما فيش أي حد من الناس اللي هي طبعا مرشحة للرئاسة نزلت هنا أو عملت لقاءات مع حد، هي بتنزل مثلا كنت تبع حزب او اي حاجه بينزل مقر الحزب وبيمشي. وكانت الفيوم قد تم تصنيفها في الآونة الأخيرة على أنها تعطي أصواتها بشكل كبير للتيار الإسلامي، حيث أنه لم يتركوا إلا مقعدين للتيارات الأخرى في الانتخابات البرلمانية الماضية من أصل 24 مقعد من مجلسي الشعب والشورى على مستوى المحافظة، مما يعطي انطباع أن الشارع الفيومي قد لا يعطي صوته لغير الإسلاميين. ما فيش وعي كفايه ان احنا نختار بالظبط، نقدر نقيم المرشحين اللي موجودين، فإلى حد ما هم بيعتقدوا ان التيار الموجود اكتر او المصدر ثقه هو التيار الديني او الاسلامي. فاحنا الصراحه اصلا محتارين، فمش عارفين ندي لمين، واصلا ما بقاش في ثقه والله بجد، يعني بتكلم بجد ما بقاش في ثقه، ان احنا مش عارفين، احنا دلوقتي اصلا بقى مشوشين، اصلا مش عارفين نعمل ايه ولا ندي لمين. وبين كل هذه الملصقات والدعاية المختلفة والمبتكرة لمختلف المرشحين، تجد أحلام وطموحات أهالي الفيوم البسطاء في رئيس مصر القادم أن يحقق الأمن والعيش الكريم لهم ولأبنائهم، وأن يكون قادرا على صناعة منتج مدون عليه صنع في مصر. عايزين إنسان يعني، والواحد يحس بالناس بجد، عشان الناس يعني تعبانة جامد زيادة عن اللزوم. يعني كلمة صنع في مصر بتاع زمان اللي احنا كنا بنسمع عنها دي عايزينها ترجع تاني، ولازم احنا اللي يمسكنا يبقى عنده 70 سنة ولا 60 سنة في أمراض الدنيا كلها. المشهد السياسي بالفيوم وإن كانت لا تختلف أجواءه كثيرا عن باقي محافظات مصر، إلا أن الرهان الأكبر أصبح على